كتير بتعملوا رز بلبن في البيت بس قوامه وطعمه ما بيطلعش معاكم زي الجاهز بتاع بره. لو عايزين تعرفوا كل اسراره وتكاته اللي هتخليه يطلع معاكم كريمي زي بتاع المحلات بالظبط، جربوه على طريقتي وان شاء الله هتدعوا لي. تعالوا نشوف عملنا ازاي. مبدئيا كده انا هشتغل ب2 كيلو لبن. الكيلو بستعمله نص كوبايه رز، انا هستعمل كوبايه رز كامله لان انا شغال ب2 كيلو لبن. هنزل بكوبايه رز كامله، غسلناها غسله خفيفه وما طولش قوي في الغسيل عشان النشا بتاع الرز ما يضيعش منه، وانزل عليهم ب4 كوبايات ميه وهدي النار خالص واغطي عليها واسيبها نص ساعه كده لحد ما تشرب الميه كلها. بعد نص ساعه بكشف عليها الاقي الرز شرب الميه كلها زي ما احنا شايفين كده. بنزل عليه باللبن بتاعي، واللبن ما يكونش مغلي قبل كده، انا عايز اللبن يغلي مع الرز. افضل اقلب باستمرار طبعا لحد ما يبدا يغلي. طبعا كل ما يغلي كل ما الرز هيخرج النشا اكتر. بدا يغلي معايا اهو. اول ما يبدا يغلي معايا كده اهدي النار عليه خالص وانزل عليه برشه ملح. رشه الملح دي مهمه قوي علشان هي اللي بتدي تيست كده في الطعم بتاعه. افضل اقلب برضو. الهدف من الموضوع ده ان انا مهدي النار، ان انا عايز الرز يخرج اكبر كميه نشا فيه. طبعا السكر ما بحطوش دلوقتي خالص، السكر بعد ما يبدا يربط قبل الاخر بشويه كده بحطه. ليه بقى؟ لان السكر بيحل شويه. لو انا حطيته من دلوقتي هلاحظ ان الرز بلبن بتاعي مش هيربط جامد، انما لما بضيفه في الاخر يكون ما ياثرش قوي عليه. ونجيب نص كوبايه دقيق ونحط عليها نص كوبايه ميه وبرضه ندوبها في الدقيق عشان نمنع التكتلات. افضل ادوب فيها كده لحد ما يبقاش فيها تكتلات خالص، وانزل بيه على اللبن بتاعي وافضل اقلب لحد ما يربط معايا اكتر. كده بقى تمام قوي، قوامه اهو مسك خالص، وطبعا بدون ما استخدم نشا ولا حاجه اهو. الرز خرج النشا بتاعته مع التقليب على الهادي كده، والدقيق طبعا ايه ساعد ان هو يربط اكتر. اول ما يوصل للمرحله دي انزل عليه بالسكر بتاعي. طبعا كيلو اللبن ليه كوبايه سكر، انا هحط دلوقتي كوبايتين سكر لان انا شغال ب2 كيلو لبن. طبعا بقلب. دلوقتي انزل بالفانيليا بتاعتي واقلب برضو. طبعا كل ده وانا مهدي النار. اخر حاجه معايا واللي هتديله طعم غني كده ان انا هجيب 3 معالق كريم شانتيه واقلبهم على نص كوبايه لبن واضربهم واسيبهم في الفريزر شويه بحيث ان هو بقى قوامهم كده. ونحطهم عليه. طبعا قبل ما نقفل النار نحطهم ونقلب تقليبه سريعه ونطفي النار. طبعا بنزله في البولات بتاعتي وهو سخن، بسيبه يبرد شويه. بعد ما يبرد بحطه في التلاجة، وبعد ما نخرجه من التلاجة ممكن نسيبه ساده زي كده. ممكن نضيف عليه بسكوت لوتس زي ده، ممكن نحطه في الفرن زي ده، او نعمله بالمانجا زي ده. وفي النهايه لو اول مره تشوفوني انا اسلام يسري ودي صفحتي اكله سريعه. يا ريت لو عجبتكم الطريقه والوصفه اللي قدمتها لكم تعملوا لي لايك وفولو للصفحه، ويا ريت لو تسيبوا كومنت تشجعونا بيه عشان نقدر نقدم لكم دايما كل جديد ان شاء الله.